حنا عندنا 3 ماتش 4 ماتش ديفيسيل، ولكن جوبلي لي 3 ماتش ديال مراكش والكوكاب والماس. جو بونس الماتش ديال وجده وكونسونطراسيون توتال على الماتش ديال المولود ديال وجديه. ابري عندنا الوقت الكافي باش نتذكروا على المقابلات الاخرين. سورتو حنا غادي نسافروا وغادي يكون عندنا الوقت الكافي باش نهضروا على الماتش ديال الكوكاب وانسويت ديال الرجاء، ومن بعد ندخلوا هنايا المغرب الفاسي. دونك كونسونطراسيون توتال على الماتش ديال المولود ديال وجديه. بعد توقف البطولة من هذه أسبوعين، الحمد لله قمنا بتدريب منتظمة وفق البرنامج اللي سطرو الهيد كوتش سي عبد العزيز كيتيوي. الحمد لله الاستعدادات كتمر في اجواء مزيانه، كلها حماس، كلها رغبه. الحمد لله مجموعه اللاعبين ما كان هناك لا غيابات. الغياب الوحيد هو اللاعب سفيان زكريا. بالمناسبه كنتمنوا له الشفاء باش يرجع للمجموعه في اقرب وقت. بالنسبه للمقابله اللي نجرو ضد مولود وجده اللي كنعتبروها بالنسبه لنا ان تورنو، مقابله اسي بوان، حتى هي كنعتبروها مباراه زيد صعبه. الحمد لله حنا نجروها على ارض الملعب ديالنا. اللاعبين كلهم على استعداد وكلهم تركيز، كلهم عندهم روح المسؤوليه باش يجريوا هذه المباراه ان شاء الله، ونتمنوا نحققوا فيها واحد النتيجه ايجابيه باش نرضيو جميع مكونات النادي، وان شاء الله نكملوا في ديك السلسله ديال النتائج الايجابيه. كما كتشوف اجواء ديال التدريب كدوز في واحد الجو مزيان، الحمد لله. جميع اللعابه بصحه جيده. قلت لك بالنسبه للمقابله ديال وجده حنا عازمين ان شاء الله، سيرتو لاعبين في التيران ديالنا ان شاء الله هنايا في مدينه اكادير، عازمين باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه اللي ترضينا وترضي الجمهور ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للاصابه ديالي كما كتشوف رجعت كنقوم بالتدريب ديالي مع المعيد البدني ديالنا وهذاك الشيء، والحمد لله كندير كل ما في جهدي باش نرجع ان شاء الله ونعاون الفريق ديالي والزملاء ديالي ان شاء الله المقابلات اللي مازال لينا في البطوله باش نحققوا واحد النتيجه ايجابيه. حنا بسم الله الرحمن الرحيم. فكما كيعرف الجميع، في اخر مباراه اللي كانت جرات في ملعب ادرار
انتهت بالتعادل. فكان الجماهير السوسية كانت واحد الرغبة باش نحققوا نتيجة إيجابية ل3 نقاط، فما تأتاش لينا المبتغى. وكنتمنى من هاد المباريات القادمة نحققوا نتائج إيجابية اللي تخلينا ننافسوا على مراتب الأولى من بين الأوائل الأربعة. وهذا من اللي كيتمناه جميع الطاقم التقني والطاقم الإداري ديال الفريق حسنية أكادير، باش نحققوا واحد النتيجة إيجابية اللي تخلينا نسلقوا سبورة الترتيب، وباش العام المقبل إن شاء الله نشاركوا في دوري إفريقيا اللي تخلي جماهير السوسية تزيد تساند هذا الفريق وتدعم هذا الفريق باش يحقق نتيجة إيجابية إن شاء الله. كنستعدوا لهذه المقابله كجميع المقابلات، وان شاء الله حاسمين باش نحسموا 3 نقاط في مدينه اكادير اللي تخلينا اننا نمشيو لمدينه مراكش مرتاحين ونجيبوا 3 نقاط ان شاء الله. الجمهور السيتي خاص يعاوننا بكثافه في هذه المقابله اللي كنلعبوا في الميدان ديالنا مع مولوديه وجده، وكنقول لهم من هذا المنبر جيو بكثافه في المقابله ديال وجده باش ان شاء الله نحققوا المبتغى ونكونوا ما بين 4 الأوائل في البطوله.